السؤال الأهم، هل الذكاء الاصطناعي ممكن يكسبنا فلوس؟ يلا بينا نشوف. السؤال ده على لسان الكل، بس خلي بالكم الإجابة مش اللي في بالكم خالص. الإجابة بس الموضوع مش زرار سحري. لا، دي مهارة هي اللي بتجيب الفلوس. المهارة دي هي البرومتنج، وده بالظبط المفتاح اللي بيفتح باب الأرباح من الذكاء الاصطناعي. طيب إزاي نتقنها؟ الموضوع كله في 5 مبادئ أساسية للتواصل مع الذكاء الاصطناعي. بدل ما نكون عامين، لازم نكون واضحين ومفصلين. ده اللي بيحول الرد البيانات مفيدة بجد. بلاش مصطلحات معقدة، خلي الكلام بسيط ومباشر والذكاء الاصطناعي هيفهم أحسن. ما تسألش كذا حاجة في نفس الوقت، سؤال واحد كل مرة عشان تاخد إجابة كاملة ومركزة. ادي لل AI خلفية عن الموضوع. السياق بيحول الإجابة من مجرد رقم لرؤية فعلية. طيب، عرفنا نعمل إيه؟ مهم برضو نعرف إيه اللي نتجنبه عشان ما نضيعش وقت وفلوس. ودي نقطة مهمة جدا. الذكاء الاصطناعي مجرد أداة، مش فنان. الإبداع لسه بتاعنا. وهنا بقى بنشوف إزاي المهارة دي بتتحول لفلوس في التسويق، المبيعات وفي كل حتة. ومش لازم نبدأ من الصفر. قالب بسيط زي ده ممكن يطلع شغل احترافي جدا. يعني في الآخر القصة مش برمجة خالص. القصة كلها في إزاي بنتكلم معاه بوضوح ودقة. وده يطرح سؤال مهم. مع تطور الأداة دي، يا ترى إيه المهارات الجديدة اللي هتكون قيمتها بالذهب؟